نبتدي؟ يا ريت. ربنا يستر. هم دول العصابة، هم دول اللي سرقوا كل حاجة. جاسر رضوان، هاشم الفحام، وياسمين النشرتي. ومين ده؟ ايه بتشبه عليه ولا ايه؟ شبه ناس بعتت لي طلب صداقة على الفيس. ده اللهو الخفي، الشريك المجهول اللي سرق نص الفلوس تقريبا. وانت بقى عرفت كل واحد فيهم خد كام بالظبط؟ بالجنيه. عرفت ازاي؟ جاسر رضوان هو المحاسب الرئيسي للشركة. بعد ما الشركة انهارت، جاسر فتح معرض عربيات، ومن خلال موظف في الجمارك عرفت انه استورد شحنة عربيات ودفع ثمنها كاش. اشترى بيت، فيلا صغيرة في الساحل، شال في البنك 15 مليون جنيه في حسابات صغيرة. إجمالي قيمة كل ده حوالي 50 مليون جنيه، بحسابات ساعتها 6 مليون و250 ألف دولار، ودول يعملوا لهم دلوقتي 300 مليون جنيه. هاشم الفحام كان المستشار القانوني للشركة. هاشم خبى نفسه كويس قوي، اشترى عقارات في زايد والتجمع باسم شركة اوف شور في قبرص، واشترى لوح ومخطوطات نادرة. ومن خلال واحد شغال في مكتب المحاسب بتاعه عرفت ان الشركة الاوف شور دي متسجلة بنفس عنوان مكتب البريد اللي هاشم بيبعت منه اوراق. ولما مشيت ورا حسابات الشركة لقيت ان في 150 مليون جنيه دخلوا قبل ما يشتري كل ده، ودول بحسابات ساعتها حوالي 18 مليون و750 ألف دولار، يعني 900 مليون جنيه. ودي بقى الزغلول الكبير، الزغلولة بقى. ياسمين النشرتي. ياسمين كانت مرات توفيق إبراهيم صاحب الشركة، وكانت دايما بتعمل تحويلات لشركات صغيرة بتاعت ناس قرايبها. طبعا قرايبها دول اللي عندهم شركات ولا نيلة. اللي لاحظته من بيانات البنك إن في رقم تليفون ثابت مرتبط بالعميل اللي بيبعت التحويلات، والرقم ده رقم ياسمين. ياسمين خدت لوحدها 300 مليون جنيه بحسابات ساعتها 37 مليون و500 ألف دولار، يعني مليار و800 مليون جنيه بالظبط. طب واللهو الخفي؟ خد تقريبا قد اللي كل دول خدوه. أنا لسه مش عارف هو مين، بس مصيري هعرف. وانت بقى عرفت كل الحاجات دي، ولسه في حاجات أكتر لازم نعرفها. ما تعتلش يا عم. مالك؟ بمجرد ما هتبتدي تسأل وتجمع معلومات هيعرفوا، ومهما حاولت تخبي مش هتقدر. أنا عايزهم يعرفوا. ولما يراقبونا ويحاولوا يؤذوك أو يعني يفاجئونا بأي شكل من الأشكال. الشطارة مش إننا ما نتفاجئش، الشطارة إننا لما نتفاجئ نعرف نسيطر على نفسنا ونحول الموقف لصالحنا. حين يفاجئك العدو بتحرك غير متوقع كن مرناً ولا تثبت مكانك، غير خطتك بسرعة واربكه.